شايفين بصل الكشري كده مقرمش ولونه حلو ازاي؟ تعالوا بقى نعمل النهاردة مع بعض احلى والذ طبق كشري بيتي ممكن تجربوه، ومهما كلفنا في البيت برضه هيكون اوفر من بره واحلى كمان مليون مرة. لو جربتوه بالطريقة دي هيعجبكم جدا. من اول بقى شطة الزيت والعدس والحمص كل حاجة، لدرجة ان انا عملت لهم مطعم في البيت زي ما انتم شايفين كده، حاطة كل حاجة لوحدها. مكرونة مفلفلة، شطة الزيت حلوة قوي، الدقة مظبوطة، الرز مفلفل شايفين، وكمان بقى الحمص سواه مظبوط، ده كمان حمص بلدي. والعدس ده بقى فيه تركايه كده عملتها حلوة قوي، مطلعاه مفلفل ومظبوط احلى برضو من بره. يلا بقى نشوف الطريقة على طول، بس طبعا لايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة هبدأ بيها وهي اهم حاجة في اكلتنا كلها وهتديلها الطعم المظبوط هي البصل. هنقطع البصل شرائح رفيعة بالشكل ده، وممكن نستخدم المبشرة عشان نطلعه كله حجم واحد ويكون رفيع ويدينا القرمشة الحلوة اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو. هحط بقى طاسة على النار، احنا هنا ما ضفناش اي حاجة للبصل، قطعناه وبس. هحط بقى طاسة كده كبيرة شوية على النار وفيها زيت، وهحط البصل يتحمر. هقلبه من وقت للتاني عشان كله ياخد لون واحد بالشكل ده كده. كمية البصل اللي عندي جت على مرتين، هحمرها كلها، واول ما يبدأ ياخد اللون الذهبي هنطلعه على طول، لانه هو لما بنطلعه بيغمق شوية. فاول كده ما يبدأ يلون بالشكل ده هنبدأ نطلعه على مصفى، ما نطلعوش ولا على مناديل ولا ورق. المصفى هتخليه يصفي الزيت وكمان هتخليه مقرمش. بعد كده هننقله في صينية على ورق زبدة، وبالشكل ده مش محتاجين اي اضافات للبصل خالص، زيت والبصل وبس. كده خلصنا البصل، نركنه بقى على جنب ونعمل احلى صلصة للكشري. خدت شوية من زيت البصل وده اللي الاكلة بتاعتنا معتمدة عليه كلها. خدت كده كبشة زيت كويسة وعليها بصلاية مفرومة ومعلقة توم كبيرة مفرومة او معلقة ونص، وهبدأ ان انا احمر البصلاية والتوم. اول ما ياخدوا لون بالشكل ده ننزل بحوالي ربع كوباية خل يغلي كده غلوة واحدة، وننزل بعصير الطماطم. بعد كده هنبهر الصلصة بتاعتنا، ملح، فلفل اسود، كمون، كزبرة، شوية شطة ومعلقة سكر صغيرة. تعالوا بقى نكمل بقية تفاصيل الكشري. حطيت العدس يتسلق على النار بعد ما نقعته ليلة كاملة، وغيرت المية بتاعته وغسلته تاني وحطيته على النار مع فص توم وشوية كمون. والعدس كمان غسلته كويس جدا وحطيت عليه مية وفص توم وشوية كمون، وهسيبهم لحد ما يستووا. الحمص هيكمل معانا للاخر خالص، هنسيبه على النار، لكن العدس هيستوي على طول، هياخد حوالي نص ساعة. اول ما ادوس على حباية العدس والاقيها استوت كده هشيلها من على النار واصفيها. هنا عندي الصلصة اتسبكت، وده الزيت اللي انا بستخدمه في كل الاكلة زي ما قلت لكم. ويلا بقى نعمل من نفس الزيت ده الرز اللي بشعرية. حل على النار، خدت كده برضو كبشة زيت كويسة وعليها نص كيس شعرية، هحمره كويس بالشكل ده ياخد اللون الذهبي الجميل ده، وهنزل عليهم بكوباية رز. هقلبهم كده وكمان معلقة ملح، وبعد كده مية مغلية ونسيبه بقى يستوي. اول ما يغلي هنوطي عليه ونسيبه يكمل تسوية على نار هادية. كده عندي الصلصة بتستوي وكمان الرز والحمص. العدس خلاص شلناه. تعالوا بقى نعمل كده ايه تركة بسيطة في العدس بتفرق جدا جدا في طعم الكشري. انا هنا فضيت الزيت من الطاسة اللي انا كنت بعمل فيها البصل، وسبت شوية صغيرين ونزلت بالعدس بقى وقعدت اشوح فيه لحد ما يصفي اي مية فيه خالص، مع شوية كمون كده. هنلاقيه بقى فلفل وبقى لونه حلو، بقى شبه اللي عند بتاع الكشري بس برضو احلى منه. التركة دي حلوة قوي قوي في العدس، وكمان بتخلي طعم الكشري تحفة. اهم حاجة ان احنا نشوحه كويس جدا على النار لحد ما يكون نشف خالص من اي مية فيه. كده خلاص العدس جاهز معايا. هبدأ بقى ان انا اعمل شطة الزيت. معلقة زيت من زيت البصل، و3 معالق شطة كبار. لو حابين تضيفوا كمان هريسة ضيفوها، لكن هي ما كانتش متوفرة عندي. وكمان معلقة من صلصة الكشري اللي احنا لسه عاملينها،
وتقلبتين كمان كده وبقى معانا احلى شطة زيت. تعالوا بقى نظبط الدقة الجامدة دي. معلقة توم مفرومة فريش، عليها معلقة كزبرة صغيرة، معلقة كمون صغيرة، معلقة ملح، نص كوباية خل، وكمان مية تكون سخنة شوية، وعصير ليمونتين. نقلبهم كلهم وكده خلاص الدقة كمان جاهزة معانا. فاضل لنا ايه بقى؟ المكرونة، ودي دايما بحب اعملها اخر حاجة عشان تبقى سخنة كده. مية مغلية على النار، معلقة ملح، واول ما تغلي نزلت بنوعين مكرونة صغيرة وسباكيتي. بتستوي في خلال 10 دقايق مع استمرار التقليب. وكده كل حاجة تمام وخلصنا الكشري كله وكل حاجة بقت مستوية معانا. صفيت المكرونة بالشكل ده ونقلتها كده في طبق كبير او حلة كبيرة وشوية زيت من زيت البصل، وقلبتها بالشكل ده عشان تفلفل معانا وتبقى حلوة، والاخر وقت ما تمسكش ببعضها خالص، تبقى كده ايه حلوة كده وطعمها حلو. وبكده اكون خلصت كل الكشري وكل مكوناته استوت معايا وكل حاجة تمام. تعالوا بقى اوريكم البصل بعد ما ايه برد شوية كده وصفى الزيت. شايفين القرمشة عاملة ازاي؟ حطيته في صينية وتحتيه ورقة زبدة بيفضل مقرمش حتى لو بات عندكم تاني يوم. وكمان بقى المكرونة شايفين مفلفلة ازاي، شطة الزيت، الدقة، الرز كمان استوى ومفلفل معانا حلو جدا. شايفين بقى شكله عامل ازاي؟ حلو قوي. الحمص كمان استوى وصفيته، وده العدس الخطير بتاعنا بقى. اعملوا التركايه دي فيه هتفرق جدا معاكم. الصلصة بقى المظبوطة التمام اللي هي ولا تقيلة قوي ولا خفيفة قوي. تعالوا بقى نظبط الطبق الجامد بتاعنا ده. شايفين بقى لما حطيت كل المكونات عليه مع نص ليمونة كده، الأكلة دي بس كان ناقصها عيش محمص وكده نبقى فتحنا محل كشري في البيت بجد. وبكده أكون خلصت، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير ومتابعة للصفحة.